يوم 9/6/2007 يوم حاسم في دوري مشتعل. اليوم ده يا سيدي او 2007 شهدت بدوري اشبه بالماراثون في اسبانيا. 3 فرق ريال مدريد، برشلونه، اشبيليه، الصراع ما بينهم مشتعل. اليوم ده كان في ماتشين بيتلعبوا في نفس الوقت. ريال مدريد بيستضيفوا ريال ساراكوستا، واسبانيول بتلاعب برشلونه في الكامب نو. بيبدا الماتش الساعه 9 وبعد 10 دقائق ريال مدريد بيتقدم بالهدف الاول عن طريق رود فان نيستلروي، ولكن الرد سريع من نادي ساراكوستا. بيسجل التعادل لاعبه الفارو. الناحيه الثانيه اسبانيول بتتقدم بالهدف الاول على برشلونه عن طريق تامودو، ولكن قبل نهايه الشوط بيتعادل ميسي. نخش بقى على الشوط الثاني والفارو بيسجل الهدف الثاني لريال ساراكوستا، والناحيه الثانيه برشلونه بيتسجل الهدف الثاني عن طريق ليونيل ميسي، وكده الدوري رايح لسكه كاتالونيا. ولكن في الدقيقه 89 رود فان نيستلروي بيحط التعادل لريال مدريد، ولكن في نفس ذات اللحظه اسبانيول بتتعادل الناحيه الثانيه عن طريق تامودو، وكده الدوري غير طريقه. بعد ما كان رايح كاتالونيا هيروح لريال مدريد. الجوله خلصت، والجوله الاخيره الفريقين لعبوا ريال مدريد وبرشلونه، وريال مدريد قدر ان هو يكسب وبرشلونه كمان قدر ان هو يكسب، والدوري اتحسم بفضل المواجهات المباشره لصالح ريال مدريد. ده يا سيدي كان واحد من امتع الدوريات في تاريخ اسبانيا. لو عايزنا نعمل لك حلقه كامله عن الدوري ده حط لنا بقى لايك وسبسكرايب حلوين منك كده، وهنعمل لك حلقه عن الدوري ال30 لريال مدريد. فبس كده، سلام.